تعالوا بينا كده النهارده نخبز ونملى البيت بركه. هعمل معاكم العيش الشامي الابيض الحلو الجميل دون. طري وجميل جدا وطعمه كمان حلو قوي. تعالوا بينا نشوف الطريقه ونشوف هنعمله ازاي، ونقول بسم الله وعلى بركه الله. اول حاجه طبعا هنعمل اختبار الخميره. جبت كيس خميره فوريه، حطيت عليه معلقتين من السكر، واهم حاجه ان الميه تكون دافيه، ما هياش سخنه وما هياش بارده يعني. تمام. هحط كده المكونات مع بعض وهقلب، هدوبهم كده كلهم في بعض. بعد كده اول ما يعمل فوران كده من فوق الوش كده اعرف ان الخميره شغاله. جبت كيلو من الدقيق وحطيت عليه رشه من الملح، وبعد كده هحط الخميره اللي انا عملتها مع السكر. هي دي كل المقادير. هعجن بقى بايه؟ هعجن بشويه لبن وشويه ميه. تمام. يعني ايه؟ يعني انا جبت الكوبايه دي حطيت فيها نصها ميه ونصها لبن، وهبدا اللي انا اعجن بيها. وهكذا برضو اخدت كوبايتين ونص لبن بالميه. تمام. انتوا ممكن تاخد معاكم اكتر من كده، بس اهم حاجة هنا في العجينة العجن، انك تعجني كويس جدا وانك تخليها طرية، ما بيتحطش فيها زيت وما بيتحطش فيها زبدة ولا بيتحط فيها بيكنج باودر. وطبعا لو عندنا عجان هيبقى احسن كتير وهيبقى اسهل. بس احنا طبعا ما عندناش عجان فهنعجن بايدينا. هنفضل بقى كده نضرب في العجينة لحد ما يبان لها صاحب. نعجن 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 كويس جدا لحد ما تلاقوها لمت كلها مع بعض، والعجينة اللي كانت في ايدك راحت. اخدت بالظبط 10 دقايق عجن. بصوا اهي بدأت انها تلم خلاص كده، لمت. ده القوام بتاع العجينة. بصوا طرية ازاي، بتبقى كده طرية وهشة. بعد كده هدهنها بالزيت وهسيبها تخمر. يعني ممكن تسيبوها من اول ساعة ساعتين براحتكم خالص. هغطي عليها كده وهسيبها براحتها. هنا هي خمرت خلاص. تمام. هنبدا هنا ان احنا ناخد العجينه. بصوا طريقه ازاي، بسم الله ما شاء الله وحلوه. هنبدا بقى ان احنا ناخد العجينه. جبت هنا الصينيه وحطيت عليها دقيق. تمام. بعد كده هبدا ان انا اكورها كور صغيره واعملها الحركه دي. انا احطها في ايدي كده واعملها كده لحد ما تبقى كور بالشكل ده. اهم حاجه هنا اتاكد انها مقفوله من تحت كويس. اقفل العجينه من تحت كويس واعملها كده على الرخامه بتاعتي اهو. بصوا بتعمل كوره بقى كده وهشكل برضو الكور دي وهسيبها انها تخمر. لازم برضو ان انا اسيبها انها ترتاح وتخمر شويه. هغطي عليها وهسيبها نص ساعه كده ولا حاجه. بصوا تحسوها ارتاحت كده. تعالوا بقى نبدأ اللي احنا نعمل العيش بتاعنا. هفرد دقيق على الرخامة وهعملها بالنشابة. ممكن طبعا انتوا لو عايزين تكبروا العيش كبروه براحتكم، بس انا كنت عايزة اعمله كده زغنطط كده شوية. انتوا عارفين انا بحب الحاجات الصغنططة. هتحطوا على الرخامة دقيق من تحت وهتحطوا من فوق العجينة دقيق، بس برضو ما تكتروش في الدقيق قوي. بعد كده اول ما افردها كده هسيبها برضو ترتاح ربع ساعة كده شوية لحد ما الرغيف يرتاح. وانا سايباه يرتاح، وهو بعد ما شكلته لازم اللي انا اغطي عليه. بعد كده هجيب الطاسة هكون مسخناها وهحط عليها العيش وهبدأ اللي انا اهدي النار علشان يستوي براحته. انا الصراحه ما سويتوش في الفرن، سويته على الطاسه من فوق. يعني حسيته ان هيبقى حلو قوي وسهل كمان. انا شغلت كل الطاسات اللي عندي وقعدت اللي انا اعملهم كلهم. ما اخدش اي وقت خالص بجد، واستوى وكان حلو قوي قوي. وطبعا كمان علشان معمول باللبن فطعمه كان كمان حلو. جربوه هيعجبكم ان شاء الله. واهم حاجه ما تنسوش تكتبوا لي بتتابعوني منين، ولو وصلتوا لهنا تصلوا على النبي وتتابعوني. منوعات ساره جمال. واهم حاجه بقى عايزاكم تجربوا العيش دون وهتدعوا لي كتير. باي باي حلوين. آمين.